محسن فاضل إياد الفضلي كويتي الجنسية في 33 من عمره، متواجد حاليا في محافظة الرقة بسوريا. هو أصغر مطلوب بأعلى جائزة قيمتها 7 ملايين دولار رصدها المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب لمن يدلي بمعلومة تفيد بالقبض عليه. بدأت حكاية الفضل مع تهم الإرهاب في عام 2000، وكان حينها في 19 من عمره. ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض عليه بتهمة محاولة تفجير مؤتمر التجارة العالمي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، لكنه برئ من هذه التهمة لاحقا. وقبل عام 2003 ألقت قوات الأمن الكويتية القبض عليه مجددا مع آخرين بتهمة التورط في تفجير الناقلة الأمريكية كول قبالة السواحل اليمنية من خلال دعم الشبكة التي نفذت العملية بالتمويل المالي. وحكمت محكمة الجنايات الكويتية بسجنه 5 سنوات، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن محكمة التمييز برأته وتم إطلاق سراحه. لكنه اعتقل مرة أخرى بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بتورطه في مقتل عضو مجلس الحكم العراقي السابق عز الدين سليم، وكذلك تقديم دعم مادي لمنفذي عملية اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، لكن القضاء الكويتي برأه من جديد. آنذاك أصبح محسن الفضلي مطلوبا للسلطات السعودية والأمريكية، وأدرج اسمه في قائمة مجلس الأمن الإرهابية في فبراير عام 2005، وظل متواريا عن الأنظار حتى نوفمبر عام 2008، حيث اعترف أحد الناشطين المتشددين لجهات الأمن الكويتية بأنه زور وثائق سفر ساعدت الفضل على الخروج من الكويت في أكتوبر عام 2008 متوجها عبر البحر إلى إيران ومنها إلى أفغانستان. يعد الفضل أحد قياديي هجمات القاعدة، وقد كان مقربا من بن لادن لدرجة أنه كان من بين مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعلمون بشأن هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001 قبل وقوعها. قبل توجهه إلى سوريا في منتصف عام 2013 كان يقيم في إيران كجزء من مجموعة صغيرة من عملاء القاعدة الذين هربوا إليها من أفغانستان بعد هجمات 11 من سبتمبر. واعترفت الحكومة الإيرانية آنذاك بتواجد الفضل على أراضيها، مدعية أنه ومجموعته كانوا تحت الإقامة الجبرية، وهذا ما تنفيه معلومات قالت إن الفضل ومن معه كان لديهم حرية الحركة والتصرف. في عام 2012 ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الفضل هو قائد تنظيم القاعدة في إيران، وأنه يوجه حركة الأموال والعملاء في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت المعلومات أن الفضل الذي يعد من أخطر الإرهابيين على مستوى العالم انتقل من إيران إلى سوريا، وكان له الدور البارز والحاسم في انحياز الظواهر إلى جانب جبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجولاني، في خلافها مع تنظيم داعش بقيادة أبو بكر البغدادي، واعتبارها الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا، وهو ما يؤكد أن الفضل رجل الظواهر الأول في سوريا وموضع ثقته.